كتاب ما قرآن الكريم سورة محمد آية دها مدوخن إيروجي آية 11 إيروجي آية 11 بله آية أنا تام من برشاوي منها ما كابس داخل أبد ما قلتبوا وإذ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا سخنتموهم حتى أبي حتى كشدة إفادة كرن أول السروي أنا خبرنا بله سلاكي أفندي أزولام إيرو إفارة إينية صورة ملا أوكوبو ملا عبد السلام بو إجا قوات شو ملا خزوري خو عندي مقوات فيجم وتخوزي جا صبيج برا صبيج الترمي بني زولام أنا دوامتكم فإن قلت أكاكتو بيجي حتى بما تعلقت حتى متعلقة بشبه حتى إذا سخنتم أزولام رقم دصدو بيستو سيصدو بيستو حشت سيصدو بيستو حشت قلت أزبيجم لا تخلو إما أن تتعلق بالضرب والشدة أو بالمن والفداء يعني فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا سخنتموهم يجي فضرب الرقاب يعني فاضربوا ضرب الرقاب فاضربونا حتى إذا أدخنتم يجي أما إجابيجن أو بالمن والفداء فاضربوا حتى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإما منا نوصى أو فداء فإما تمنون منا حتى تضع الحرب أو تفدون فداء حتى تضع الحرب بل فالمعنى على كلا المتعلقين عند الشافعي رحمه الله لسر هردو معناجي يا أم متعلقي بضرب الشدة بابكن ياجي من وفداء بابكن لقولي مثل إمام الشافعي وهكذا أنهم لا يزالون على ذلك كافر زائل نابن إلا أو يرسل بي حالبا أبدا دائميا يعني والوان ولا خصن ستيوان إلى حتى أن لا يكون حتى كل معنى إلى أن لا يكون حربا مع المشركين حتى تدعى الحرب وزارة يعني حتى كو عندي حرب بالمشركين نمينة يعني حتى كو تلوككي جطرف واندا نمينة كو مالي بيجي عندي حرب واندا تشي نابه هيجا مرستيوان آخر يخصى هما مالي بحربين لقى يوانبو ايما بغم كجا وذلك إذا وشوا تشدبه يعني حرب وانرا نامينة معنوي أوى وذلك إذا لم يبقى لهم شوكة وقت قوته وشوكتك شدتك قوتك دوان دا نمينة قوة مقاومة مسلمان رابكن دوان دا نمينة عندي مرز جوان الشر وان أمينة بله سيدان ويقابي مرق قرشيونا بله كرم كمال جمال يعني حتى وقتكو متعلق بضربه وشديده به أو فإما منا بعد وإما فداء يعني أو جملة دي كبد نو بين ودا نا أذي حت من الذهب حطانين يا حتى تضع الحرب أو زرع أو جوي حتى يراد بجا حتى إذا سخنتمون هنا نو بين حتى نو بين ضرب الأعناق جملة دي هي فإما منا بعد وإما فداء تمام يعني أو جملة نو بين ودا وأذا هناك بتشاور استلوي جملة سيدا بني ظلام فإذا لقيتم الذين كفروا يعني فإذا لقيتم الذين بالحرب فاضربوا فوق الأعناق واختم تعقيب ضربه بابا حتى تدعى الحرب وزارة يجي فإذا لقيتم الذين كفروا نوصى مقو إذا تشد الوثاق فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها ويأخذ تشد الوثاق حتى تضع الحرب أوزارها فإما تمنون منا حتى تضع الحرب أوزارها وإما تفدون فداء حتى تضع الحرب أوزارها أوصى يعني مناط تعلقي بنات تبغي دبا صار قلتنا أول وقت متعلقة بضرب الشديدة به
وي وقت فإما منا وي وقت بجملة معترضة عينوسا بله عينوسا ام در باست من يا الله دقيقة ماني مشوري ازياؤكم بله وذلك إذا لم يبقى لهم شوكة وقيل قيل قوتية يعني كينجي أو كشتناوان دوام بك حتى كينجي وقيل إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام يعني حتى كو تهلكة والنمينة أو وقت كو عيسى كوري مريم نازل ببا تهلكة والنمينة تهلكة مش أنا بسيطة ليه؟ لي أنا إنكي أحكامي حكمي بالنزول على حضرة عيسى ذا أول حكمات تنقضن يعني مثلا ويقع حضرة عيسى نازل بو صادق إسلامية جوان تقبل كنا بغني في إسلام لا تنكشتني إما منا وإما فداء تنان أو يا تنان أو يا راد تمام خش وعند أبي حنيفة رحمه الله قلت إذا علق بالضرب والشد وقتك أم حتى متعلقة بالضرب والشد وبكن فالمعنى أواشد به أنهم يقتلون ويؤسرون حتى تدع جنس الحرب الأوزار أي ورن كشتن وورن أسير جرتن حتى تدع جنس الحرب الأوزار حتى كو يعني جنس حربي يعني جن الحرب أمبيشن جن الحرب أغلقية غدينة يعني عندي شركي جيران نمينة عرفت شركي جيران نمينة أو شغيبة شعبة أو طاوي دريجي أمي يمكن تضربوا وشدوا ماله شو شد وذلك حين لا تبقى الشوكة للمشركين أو شاقي يعني وقت قوتك وشدتك ومقاومتك المشرك رنمي وإذا علق بالمن والفداء أما قوة وقتكم متعلقة بضرب الشدة بابا إجا متعلقة بالمن والفداء بعد شو شد فالمعنى أنه يمن عليهم أي ولا من نذكرنا سروان ويفاضون ويفدي بدل حتى تدع حرب بدرين حتى تدع حرب بدرين وزارة حتى حرب بدري كو أغرقا قدينة لجورة تايما قول جنس حربا يعني نخاصي بحرب بدري تاني باية أما مثلا قبل سر معنا دديا باية كتبه منو إمام أبو حنيفة رضي الله عنه المذهبي ده منو فداتنا أب منو فدا صادق خاص بحرب بدرية وأوجي منسوخة يوم من وإما فدان وقتك حتى تدع الحرب ودارها يعني حطاني كو حرب بدرية أري وبشتي ويجي شغل فين دي نسخ بيها جار كادني يعني أو حكمي أنا كشلينينا يقول حنيفية بيها كشلين أوصى أنه يمن عليهم ويفاضون حتى تدع حرب بدرين أو زارة أو تدري حتى حرب بدرين تدري لسر جوري حتى تدع الجنس الحربي يعني الجنس الحربي حتى أنا جيت شليه الأجور ده يقول يا إجا البرد به حرب بدري يعني كو حرب بدري به لقولي ما زي ما حنيفية لقولي ما زي ما حنيفيجي منو فداء عندي بشتي حرب بدري تنه إلا كو أمبيجن أن يتأول المن والفداء أم من فدائه تأويل بكن بما ذكرنا من تأويلي بوي ما يكون مزكي كلش تأويله كو أم بين من بمعنى شي يزولا من فداء ما تأويل قبل شي معنى استرقاق استرقاق بلوصة أو وش هذا إلا أن يفسر المن بالاسترقاق ويأخذ وبأخذ الجزية والفداء يجي بأن يفاض أساراهم بأسار المشركين كما روى الطحاوي عن أبي حنيفة حينئذ لا يحتاج إلى تقدير حرب أو شاء أم حرب بدري أم تقدير ناقل يعني يعني أمبيجن يعني فداء يعني معنى أسير قرتنا وأم الجزية جوا مسلم فداء نفسه و إجا من يقول أولي قوة يجوز أن يراد بالمن أن يمن عليهم بترك القتل ويسترق تاويل ياخذ
أو يمن عليهم فيخلوا بين تركني لقبولهم الجزية تمام وكونهم من أهل ذمتي تمام وبالابتداء يفاض صارهم أسار المشيتي. تمام زونا بني أمي ببين بفداء مقصود فداء استرقاقه ومقصود جزية ومقصود أو بمني وصاي إجابة فداء يجي كو أمي وان فدية جبل أسير مسلمان أسير مشركة بهبرة تقاص دبكو أم أواج تأويل بكن مالي أو شاقي وقتي أم بي معناه ليخن إيجابي أم حرب بدر الودا تقدير بكن ناك مالي ذلك زي مسلم على جمال برسيد جو كذلك إعرابه ويتشوه ذلك أي الأمر ذلك دورم أمه أو شاقي ذلك تبقى خبر جملة معذوب لك الأمرية أو يفعلوا ذلك أوابكن أو شغل ذلك مفعولة يقولون فعلك مقدرة ويفعلوا لن تصل منهم يعني هذه آية ألبوك ما تقول شيء مالي ما تقول يعني الأمر ذلك مباشر يفعلوا ذلك باشر الأمر ذلك المقصودة بشيء القوري عربي الأمر ذلك تعقلية çünkü tek mübteda ki mukadder ki. Evet. Fakat zalike mansubu kan yetefe'lu faaliyetten mukadder ki bir fiili emriye mukadder ki. Çünkü ağırdı ve fakat yef'alu zalike ve icadı ve emir ve zaruri mecburi. ماله أظلام دبي قوله أي الأمر ذلك قيل هي إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هنا الأمر ذلك يعني دور من جوادر حتى براء أبا وهذا بمزيد قولهم في الكتاب هذا في الكتاب هذا وقد كان كيت وكيت وظهر أن المشار إليه ما دل عليه قوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ظهر أبا إشارة بالويباية إلى آخره بدليل قولي أو افعلوا ذلك وابكن أو يفعلوا شبه أني فإذا لقيت الرقاب شد ومن مالك أزولا ما قلت شيء ولو شاء الله لانتصر منهم أجر خدا بخوزه خدا كاره انتقام جوان بسينه يعني وان خسر بك يا وان مثلا بوان آفات السماوي بزلزلة بوسائل خدا كاره بصر ولا بقول ميرك دبي ماله الو سيدا efendim تقول شيء بقول شكون ميرك دبي تمام. التربيجي وميرك دبي تمام لانتصر منهم لانتقم منهم او انتقام جوان بسينه ببعض اسباب الهلاكة بهنكي سبب هلاكه يعني خدا بخوزش كاره بوان اما خدا سبب کو جهاد دنابینا حق و باطل دا دنابینا مؤمن و مشرک دا دای نشاندان او تشتکیدنه و بیشه من خسفین کو وام عرض بك خوري او رجفتين خسف قارون بله او رجفتين وكا زلزله او حاصب يا كيف ما فرق سليوان البارينه او غرق يا كو طوفان وكا قوم لوط حاصب غرق جي قوم نوح او موت جارف يا مرنك اني نوصا مريك عمومي مالي او كقومك موتى جارف مالي وجرف الطين بلى امر الباصفه وبلى ولكن امركم بالقتال ولكن امركم بالقتال خدا امري وكريب حربي ليبلو المؤمنين بالكافرين يجب امتحان بك مؤمن وكافرة ببينوي يعني بأن يجاهدوا ويصبروا حتى يستوجبوا الثواب العظيم جبيكو جهاد بكن مؤمن والصبر بكن حتى كن مستحق وين مكافأة مظلم والكافرين ليبلو من بالكافرين إجا كافر بالمؤمنين يعني ليبلو الكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم على أيديهم وخداية عرب عجلة بدستيوان ببعض ما وجب لهم من العذاب بينكي جوي تشتكو خداية عرب ضايق ركتر مش العذاب وان بكوشن ونسير بقرن
وسائر. بله. وقرئ قتلوا بالتخفيف والتشديد، قتلوا وقتلوا، وقتلوا بنا فاعل بنا مفعول، وقاتلوا قتلوا وقاتلوا، يعني وان بكشن يجب وان حربك. معنى وقرئ فلن يضل أعمالهم وتضل أعمالهم. أواجد وتضل أعمالهم. فلن يضل أعمالهم عملي وان بنا مجهول نوصى فلن يضل خدا أبد بلي أضل يضل خدا تعالى عملي وان هندناك وتضل أعمالهم عملي وان هندنابن تضل بنا مجهول فلن تضل أعمالهم فلن تضل ما يضل يعني هندناب على البناء المفعولي ويضل أعمالهم عملي وان هندناب ناي هنداكرن ويضل أعمالهم سدجاب لازمية لازمية عملي وان هندناب عملي أبد مجهول هندناب لن يضل أعمال هندناب لو بله من ضل يضل إجا من ضل يضل. وعن قتادته أنها نزلت في يوم أحد. فالناف لازمية أو كلمة. بله وقتادة قلتيه أبي روجا أحد نازل بها. بله عرفها لهم ما قلت شو خداي تعالى تبجه تدي تبي بله ظالي بأن الله أو آية تبي لا وتشوف أنا ولا آية تبي لا ما كنت يدخل الجنة التي عرفها لهم نو أو سلبوا وان داخلي وين جنتك وي جنة جوار تعريف يدخلهم الجنة عرفها لهم أيوة داخلي جنة بك وجنة جوار راب بدأ ناصرين جوار التعريف كذا يعني بكيا أو بيجا مثلا هذا كذا دري وتعالى جرب بليد كيا السنة مالت مملكة تأل يعني أعلمها لهم وبينها بما يعلم به كل أحد منزلته ودرجته من الجنة. أي بوان بدأ هينكرن وبدأ بيان كرن بالشكل كي وصى تعريفه كي وصى كهركز شوات شم مالا خو يعني درجوي الجنة ده كلها شقاسة أبيت حدودي والسنة اللي بيبدأ هينكرن. قال مجاهد يهتدي أهل الجنة إلى مساكنهم ريزان يعني الرياح ناس لكن أهل الجنة بالشوندنا بالجنة لا يخطئون قد رياح شاشنا كأنهم كانوا سكانها منذ خلقوا لا يستدلون عليها. أبان كسي كتشن جنته سانكي أو ساكنة ويد النجروجة قاتنا خلق كرنو حتى انها لا يستدلون عليها يعني كس ريزانية وناكر بالوي باشوا أو زانن خداي تعالى بوان ده هين كرني. يعني الطلبات دليل كسي ناكن نامي ورا نشاني مدى مالا ملك. عين. أشكو أهل الويدر الدوميش من الويدر المزمون ما كنسا. زان. وعن مقاتلين إن الملك الذي وكل إن الملك له ملكنينه. ملك ملك قرالا ملك ملائكة. إن الملك الذي وكل بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه. الملائكة كو عمل مرب قيدك للدنيا إذا أو البيشيا مرب رزانيا مرب دك فيعرفه كل شيء أعطاه الله. هر تشتك خداي تعالى ضابك جرد ده تانت مشكلة جرد ده تعريف كده بيد زاني أو أبي معنى كيه معنى عرفك ومعنى تعريف كلمة أو طيبها إجا عرفها بمعنى طيبها أو طيبها لهم ياجي جنة جوان رد ده بين خوشكرن بله يعني جنة بوان ده بينا جنة بوان يعني مثلا خد تعالى دكيكي هركز الطرفك إذا قال بينك تيوي أو هركز خلوه بينا خدك وجمالا. بله إجا وشق عرفه من العرف وهو طيب الرائحة أو بينا خشة بينك خشة. وفي كلام بعضهم دقوتنا هنكش عرب هذا به عزف كنوح القماري. كنوح القماري. كنوح القمار إضافين أظن إضافين. لا شيء والله مش تليب صحيح.
آبا كنوحي القماري كمان بعدين عسفن تمام كنوحي وكي وزي وكي نوحنا قماري أو كان قسمة كيش كبو كان كنوحي القماري وكا خندنا كبوكي ايوه باضافيه طبعا هاي الدنيا كبوكي بله عزفا يعني ابيا صوتك يا دنجك يا كنوحي القماري وكا خندنا كبوكي امام بيجا تمام وعرفا كفوح القماري يا ايجابيا بينك يا وكا بينا قمارية قماري إجانب مملكتك يا الهندستاني أما وكا بينا فارقيني بينا ديار بكر بينا كو منسوب بال وي داري بايا أو قماري يكجي طيرة يكجي مملكتك الهندستاني النوع القماري الطيرة أشخي سليم الويسي هفالكي تشكيد خوزة بجان الو مقولت دي جياك هيا مجرد بي عندك هو او جيا مثلا تجي قولي بي ولو بهناية دايما ولو خشتي ايه دبا مملكتها راسها مالي زونا قماريد بيجي نوبي دارك ببهنا حاشية بيجي دارك ببهنا نوصل ايه اوجي لمملكته هندستانية بالي منين سيدات دبي قول عزف كنوع القماري المراد بالقماري نوع من الحمامي قمرية أو قمرية أما قوله وعزف كفوح القماري فالمراد العود القماري وهو عود يتبخر به صابين ده يجلى من موضع تياني نجيك ببلاد الهند يقال له قمار بلى أمدا باص من عندي دبردا يعني أو عرف بمعنى بين هاتها وي أو كان أو من معنى السياج عرفها أو حدد لها إذا نكو التعريف تجرا أو حددها حدد الجنة لهم جبونا أهل الجنة يعني السنريوي بواند ده حدودي السنريوي بواند ده بليكنا فجنة كل واحد محدودة مفرزة عن غيرها هاتيا إفراز كرن يعني هاتيا بارسل هاتيا شيكرن هاتيا أوكرن هر جنة هر كسي حدودي مملكتي بلية وفعرف على خدای تعالی بوند ده سنري جنة وان مملكتي وان بانده هيكرن يا آمين من عرف الدار وعرفها أبيا عرف الدار عرف الدار يعني سنري مالي بليكر وعرفها عرف معنوية والعرف معنى شنو الحدود بمعنى سنر وحدود بينا بله سينوري بي كل ما جاب سينور يعني حدود دولتها هي حدود مالي دبلو اجت فرد حدود جنتي حدود اهل الجنة هركت حدودي بليك مالي ام آيات كده آيات تجي بخوينها هنكي وقت ما هي يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أي جلي باورمن دا اگر اون آلیکاریا دین خدا بکن اوی خدای تعالی جو آلیکاریا وبکه و اوی پیه و ساغلم بله پیه و جی بله نایله بشمطه یا ربی تبکی دستی بله این تنصروا دین الله دمکی کلام سحس و مضافه كدينه ورسوله خدا ينصركم أي خداش عليكاري وابكى على عدوكم إن تنصروا دين الله ورسوله هني رسوله دين الله رسوله تنصروا رسوله أم عطوا بسبب دينه وابكن إن تنصروا دين الله والدين خده ورسوله أما ورسوله أما يعرب كريه دمك على بسبب دين الله ودين رسوله دين خده ودين رسوله خده ماله ينصركم أو يعني الخدا دين مو إيه هردية دين أساسي خده الثانية ماله ينصركم على عدوكم أو خداي تعالى آليكاريا وبكى للسرنياري ويفتح لكم أو خداي تعالى مملكتها جبوا بدأ فتح كرد ويثبت أقدامكم ووي بيبا ساغلم بلا نيلة وهم بالشمطن وهم بالربج حربي في مواطن الحرب
يعني آلانا حربي دا زمان حربي دا وني نرفن وبيه بس أغلم بينا ويقول بيه بس أغلم بينا أو على محجة الإسلامي يجي لسب طريق ينصركم على عدوكم ويأخذ ويثبت أقدامكم أزغرمنو ويثبت أقدامكم في مواطن الحرب ويثبت أقدامكم على محجة الإسلام يعني محجة بمعنى طريق لنا مع الطريق دليل الإسلام يعني الإسلام بلى والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم أبي كافر فتعسا لهم فهلاكا لهم أهل كفر هلاك جوان ربا وأضل أعمالهم وخذي تعالى أو عمل واجب بضلالته ذلك شماجي ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله أو جد تشتك خدا نازل كريكو قرآن بوحي إلهي جد كرهين فأحبط الله أعمالهم خدا تعالى عمل وانت بإمحاضك لا بيعطي قرخون جاهزة نوصى بل زنا عين ذلك يا بل زنا والذين كفروا فتعسا لهم إلى شهر وأضل أعمال أنا عملي وان بلج مدى الباسكت أبي كفري عمل جوانا تنه عملوا بوشي بأنهم كرهوا ما أنزل الله راست إيرو دنيا شابي بل زنا مسلمان النابيان بإسلامية جيدائي كيف تانا بيجي إسلام قبولنا بله أزام هندك ما بقدين عندي السبيت كاري دامتي والذين كفروا يحتمل الرفع على الابتداء والنصب بما يفسر فتعسا لهم يعني والذين كفروا فتعسا لهم أو والذين كفروا مبتدأ وفتعسا لهم يجب خبري لا سيدة ليه؟ تبي يحتمل الرفع على الابتدائي إيه؟ تبي الذين مبتدأ فتعسلم يعني فأتعس الذين كفروا تعسلم ويأخذ جي وأن يحتمل الرفع والنصب فيما يفسره فتعسلهم يعني والذين كفروا خبري البشر يعني أتعس الذين كفروا روح وقتكم من أسباب وصا وقتكم رفعيبه يا وقتكم رفعيبه والذين كفروا إيه أوجي فتعسن لها إيه يعني فتعسوا تعسن لهم ياخذ فتعسوا تعسن لهم أزنا والذين كفروا جملة كفروا بس صلي موصولة إيه فتعسن لهم يعني مفعول مطلق جنا فعلك مقدرة أو جملة دب خبري الذين تمام مفعول كنا مقدرة والذين كفروا أو أبيكوا كافرين يعني فتعسوا تعسن لهم أبهلاك فتعسوا تعسن لهم أو شنو هلاك بهلاكك بل خش تمام والنسبة إجا بالنسبة بخوينان بما يفسره فتعسن لهم يعني فتعس الذين كفروا أتعس الذين كفروا فتعسن أتعس الذين كفروا فتعسن لهم تمام أتعس الذين كفروا واش به كأنه قال أتعس الذين كفروا أو شغي الذين محل ياخذها منصوبة بفعلك مقدر كو أتعسية شو مزانة أتعس بمقدرة بجبت فتعسن تفسيره بيتكمل فإن قلت أكتب بيجي على ما عطف قوله وأضل أعمالهم أو أضل أعمالهم عطف ست شبه وهو عاطفة قلت على الفعل الذي نصب تعسا يعني فتعسوا تعسنة وأضل أعمالهم أو أضل عطف سلوي بفعل تعسبا يا وشما ولأن المعنى فقال تعسا لهم أو فقد تعسا لهم سيدة أول ندري نزد ده لكده ليه؟ قلت على الفعل الذي نصب تعسا لأن المعنى أول جدا يا سيدة أول نبر نعم نوصل نعم هو نعم
جا بس ام التفسير ابن يعني جيك وحتى بسنة بتنا معطوف عليه بيتنا الدولة تخمين أمرية من هيا لون يعني بس ريت هي ام تأييدك نقوتنا تيا زولان ها تنا واي مدي نسخة كي مدي كنت تنا او نسخة الباعث القرآني ده تنا ماله لأن المعنى معنى أول فقال تعسا لهم فقال تعسا لهم وأضل أعمالهم عطب سر قال يا زلمة عطب سر قال أو فقضى حكم كل سلوان تعسا لهم حكم كل سلوان بهلاكه وأضل أعمالهم إجوا تعسا له ابتعسا له معنى وشيء نقيد لعن له يعني تعسا له هلاك جرابه يا لعن له إجا معيشة جرابه يا شانتي جرابه يعني جيان جرابه لعن معنى جيانه جيان جرابه يا جي هلاك لبي لعن له لعب معنى ويا زلماء والخورد بجاه بعكس تعسنة إيه تمام تعس معنى هلاكه لعجي بمعنى اوكي ها بمعنى جيانه معنى حياته يعني معنى معيشته مالي ام درباست من قال اعشاء قلت يكو يعني لعن تعس كترسى لعنه فالتعس اولى لها من ان اقول لعن هلاك اولى ترجرا أقول لعن ليه؟ فالتعس أولى لها من أن أقول لعا يعني هلاك أولى ترجرا كأجرا بيجم لعا يعني كأجبيجم كنت بجي أجب بجي تشيتر كأجب بيجم هلاك شطاب آدمك يبقى تعس لعا ترساها بله يريد فالعصور والانحطاط أقرب لها من الانتعاش والسبور يعني كتنو و انحطاط يعني لقطاندن و كتن نستر بالبا كو ام بين جانلانمش ببه و دجي خدا ثابت بمينا بله معنى الشعرية وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يريد في الدنيا يعني دبرتا قوتي فتعسا لهم وأضل أعمالهم خدا تعالى قوتي مقصود بأبه الدنيا إذا تعس شورا يعني القتل يعني معنى هلاك يعني مرج ورا يريد الدنيا تعسا لهم في الدنيا القتل يريد القتل وفي الآخرة التردي في النار والآخرة ليش تفه تقلق باب يجر وما بين آخر أبيا جوان رابع ماكو والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا إجا كرهوا القرآن كرهين يعني مفعولية مقدرة وما كرهوا القرآن وما أنزل الله فيه همش القرآن هم تشتك خدات القرآن النازل كريه جميع التكاليف والأحكام جبان يعني بان صورم لغيا بان تكاليف بان تكاليف يعني أوامر ونواهي خدا والأحكام حكم خدا شما بانا جيد كرهين لأنهم قد ألفوا الإهمال وإطلاق العنان في الشهوات والملازم چونکی بانا هین ببون هوالو هو گرتی وان آلشخان لغیه چه ببون وان را ده اهمال کرنه دا و کد سر حفصار نفسا و بردن اهمال demek yani باقي بتشتكي بنين مش بله و اطلاق العنان في الشهوات و کد سر دزگینا نفسا و بردن ده شهوات دا و الملازم ده لذت دا ملاذ لذته ملاذ چیه زنا کابیجن بله خوشی لذت ملاذ لذته بله ملاذ ايش مش قول لذت ما ملاذ صغناق كرويجو ملاذ الارهابي صغناق مزگنی اف ملاذ يعني بشبه صغناق لذته لذته
بله ها راسته أو مصدر ميمية لذة ملازا ملازا خشه تمام أظن شو الشهوات رجع ويكون ملاز ولا ام در باسته من بله لما كده ولا فشق عليهم ذلك وتعاظمهم جبركو نفسوان هيني كيف وذوق ايلن جو ابي انا جوسايا امر الهي لسروان جل جران وزعمت ومازن ده قبول نتكرن بله ام بي ايتش بخوين نيانا لا بس عندك سيدا بس برقم ايه تزاني تمام أصابكم الله خيرا كثيرا